السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنعمل ديكور حلو جدا جنب الشاشة. زي ما انتوا شايفين كده عندي الستاند بتاع الشاشة عالي جدا عن الفيش. تمام. كنت حاطة تحتيه رف واحد كده طويل، برضو كان نازل قوي عن الشاشة، فكان المنظر مش حلو، يعني ما كانش مريح بصراحة، فقلت لازم اغيره. هنعمل ايه بقى النهارده؟ هنعمل ديكور حلو جدا وبحاجات من عندك من البيت، مش هتكلفنا حاجه ومش هنجيب حاجه من بره اكتر من 15 جنيه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه هفك الستاند زي ما انتم شايفين كده، وهبدا طبعا هنا انا شلت الرف اللي كان موجود وسديت مكان الاخرام بالمعجون، طبعا عشان هبدا ادهن الحيطه كلها نفس اللون، لان احنا طبعا هنركب حاجات تانية، فما ينفعش ان انا اسيب الاخرام كده. تمام. زي ما انتم شايفين اهو سديتها وهسيبها لما تنشف، وبعد كده نصنفرها ونديها بقى الايه، اللون اللي هو نفس لون الحيطه. شفتوا يعني؟ بصوا الستاند بعيد جدا عن الكوبس بتاع الكهرباء. هنبدأ نعمل ايه؟ اول حاجة كده معايا ملتين، كانت عندي ملتين، الملة حوالي متر وعشرين. وديت عند النجار قلت له هيقسم لي واحدة نصين، وهيقسم لي واحدة على 3 اجزاء متساوية. تمام. زي ما انتوا شايفين كده قطعهم لي، وجبت زوايا. الزوايا دي بتتجاب من عند اللي هو بتاع المونة وكده، اللي هو الموال. وطبعا اللي هما مدهونين دول، ده كان الرف اللي كان محطوط تحت الشاشة، كان رف طوله 120، فانا قسمته نصين. هوريكم الفرق دلوقتي. يعني دي بص، دي مقاسها قد ايه، والتانية اصغر منها بقد ايه. تمام كده انا عندي 3 رفوف صغيرين و2 كبار شوية. هنبدأ نعمل ايه؟ هبدأ اجيب الزاوية دول، طبعا هركبهم من تحت كده بمسامير بورما. طبعا طلعت علبة المسامير عندي، انا شايل المسامير والحاجات اللي هي بحتاجها في قلب علبة زي كده. هبدأ بقى اطلع المسامير وهبدأ اربط الزاوية في قلب الخشب. هنا بقى كنت نزلت الستاند شوية، وبصوا مطرح الاخرام القديمة برضو سدتها بالمعجون وهسيبها لما تنشف. طبعا انا بحدد الشاشة على حسب انا هحط الارفف فين، فانا جبت الشاشة ناحية الشمال شوية. تمام. وهنا بقى كنت خلاص ركبت الزاوية اهو بالشكل ده. حطيت بس في اللي هما الصغيرين هي زاوية واحدة بس من النص، يعني مش لازم احط لهم زاويتين، يعني زاوية هتمسكهم يعني وبتبقى متينة. تمام. هنا بقى كان عندي باقي البوية، هبدأ بقى ادهن المولل كده. طبعا هديهم لون عشان يبقوا ماشيين مع الحيطة. لو انت حابة تسيبيهم بالشكل ده تمام، لو حابة تدهنيهم اي لون تاني برضو هتجيبي نص كيلو او ربع كيلو لاكيه، اي لون انت عايزاه وتبدأي تدهني بيه. انا كده كده كان عندي البلاستيك ده، فاديته نفس اللون بتاع الحيطة. تمام. هبدأ ايه اديله وش وهسيبه لما ينشف، وبعد كده نبدأ نديله الوش التاني، وبعد كده هبدأ اقلبه بقى على الناحية التانية لغاية ما اغطي ده كله اهو. زي ما انتوا شايفين الموضوع لغاية دلوقتي سهل، ما فيهوش اي حاجة. طبعا حطاه على صندوق كده عشان اقدر اتحكم وانا بدهن الخشب اهو بالشكل ده. ببدأ ايه اخد بقى الزوايا من على الحروف برضو، وهسيبها بقى تنشف، وبعد كده تعالوا معايا هنشوف هنعمل ايه. هنا خلاص كنت دهنت بقى الحيطة بنفس لون الدهان القديم. تمام اهو كده مستوى الشاشة بقى قريب جدا للفيش. والمستوى اساسا الشاشة ما بتكون عالية قوي ما بتديش شياكة. تمام. انا نزلتها شوية بحيث ان هي كمان تليق مع الارفف اللي انا هعملها.
طبعا كلنا عارفين ان الارفف اللي هي من ايكيا، والارفف اللي هي نازله على الفيس والكلام ده، دلوقتي الاسعار غاليه جدا، فطبعا حاجه زي كده هتوفر معاكي جامد. تمام. هنا بقى عملت ايه؟ اول حاجه علقت الشاشه. ليه علقت الشاشه قبل ما احط الارفف؟ اولا عشان احدد الارفف بعد تركيب الشاشه انا هحطها فين، عشان لو انا كنت ركبتها وبعد كده ركبت الشاشه ممكن يكون الرف جاي على الشاشه قوي. تمام. لا، انا ركبت الشاشه الاول وبعد كده علمت مطرح المكان اللي انا عايزاه. تمام. هنا بقى كانت بصوا الدهان عايز يدهن تاني، طبعا ده انا هدهنه هو محطوط كده عادي مفيش مشكله اهو. وهدهن برضو الزاويه برضو باينه من تحت، هدهنها برضو نفس اللون الحيطه، وبعد كده هبدا بقى اركب الرفين اللي هم الكبار من تحت. هوريكم دلوقتي انا ركبتهم ازاي. بصوا الشياكه يعني لسه بقى هوريها لكم عامله ازاي. هنا بقى كنت خلصت زي ما انتوا شايفين، حطيت الرفين اللي هما الكبار شويه من تحت، بس طبعا حاولت ما اخليهمش في نفس السوي، يعني واحد عالي وواحد واطي شويه اهو زي ما انتوا شايفين. وده كان شكل نقول عليها مكتبه، نقول عليها ديكور، دي براحتكم. تمام. حطيت لها بقى المفارش دي زي ما انتوا شايفين كده. لو حابه ما تحطيش مفارش عادي، ده كل واحد وحسب راحته. من غير مفارش برضو شيك جدا وما فيهاش اي مشكله، بس انا بحب يعني المفارش بحس ان هي بتنطقها شويه. تمام. عملت ايه تاني بقى؟ كان عندي فرع ليد كده حطيته حوالين، لفيته حوالين الشاشه من ورا. تمام. عشان يديني اضاءه حلوه مع الرفوف اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا النور مطفي. بصوا الجمال، ادى للحيطه شكل تاني خالص. الاول كانت ساده ومجرد تحتيها رف وخلاص على كده، ما كانتش بصراحه مريحه خالص. وده كده شكلها اهو. وطبعا حاطه تحتيها زي ترابيزه. عايزه اقول لكم الترابيزه دي اساسا كانت تسريحه بتاعت والدتي، شلت المرايه خالص وخدت بس منها الترابيزه ودهنتها وحطيتها زي ترابيزه اللي هي الشاشات يعني من تحت كده. اي حاجه قديمه عندك حاولي تستغليها هتنفع، مفيش حاجه بتخسر عندنا في البيت. يعني من مجرد ملل عملنا منها ارفف شكلها شيك جدا، وحاجات ما كلفتناش اي حاجه. قولوا لي رايكم بقى في التعليقات، ايه رايكم في الفيديو النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل فكره حلوه برضو تاني. واقول لكم مع السلامه. مع السلامه.